احنا كسنة بمعايير سنية لابد أن نؤمن أن الإمام علي معين من الله بمعايير سنية، ما لناش دعوة بالشيعة. خلاص احنا بنقول كسنة. تعالى بقى نقول جبنا الكلام ده منين. سأذكر بعضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص. سعد بقى ده مين؟ ده بيقولوا اللي من العشرة المبشرين. سعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك المعروف بسعد بن أبي وقاص بتاع القادسية. سعد بن أبي وقاص بيقول دخلت المسجد النبوي فجلست إلى رجلين فتذاكرنا عليا فنلنا منه. تخيلوا اتنين قاعدين مع ده في مسند مين؟ أحمد بن حنبل، وفي فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل. فدخل هم قاعدين في الجامع جابوا سيرة علي فنالوا منه. فالنبي دخل. لما النبي دخل يبدو الوحي قال له، فدخل النبي مغضبا واحمر وجهه غضبا ثم قال انا عايزكم تبقوا مكان النبي. اللي عايز يعرف اللي حصل للامام علي من بهدله لازم يعرف ان البهدله دي من ايام النبي. فالنبي غضب واحمر وجهه ثم قال ما لكم ومالي، ما لكم ومالي، من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني 3 مرات. يبقى إذن النبي بيقول من آذى عليا فقد آذاني. إذن الإيذاء لعلي ليس وليد قومنا اليوم، إنما هو وليد الجيل الأول يا عباد الله. الجيل الأول بيلطش في الراجل بدون داعي. طيب أقول لك التلطيش ده مش إزاي؟ طيب علي يفوت بدي؟ هل ممكن علي يفوت بمن آذى عليا فقد آذاني؟ فعمل لها قلب. عارفين الأحاديث المقلوبة على طول تكتيك. قال له ده علي هيفوت بإيه؟ بواحدة. فيبقى الآتي من آذى أصحابي فقد آذاني. حلو. طب دي الأصحاب نقف عند دي؟ لا. من آذى الأنصار فقد آذاني. طب نقف عند دي ونعديها؟ لا لا لا، ده هنروح أكتر من كده. من آذى مسلما فقد آذاني. يا نهار اسود، ده يبقى علي طلع زي الرقاصين كمان. ما هي الرقاصة مسلمة، هي فيفي عبده دي مسلمة ولا مش مسلمة؟ ما هو كل حديث النبي قال لعلي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي يفوت بيها؟ لا. النبي قال لأبو بكر وعمر أنتما مني بمنزلة هارون من موسى، ودي راحت كمان من علي. هارونان. اتفضل لسه، ركزوا معايا. انا بقول لاخواني اللي بيسمعوني على اليوتيوب السنة سيبونا من الشيعة. المصيبة عندنا، المصيبة في اخواني. الحسن والحسين سيدة شباب اهل الجنة، قال له هيفوتوا بيها العيال دي؟ لا. ابو بكر وعمر سيدة كهول اهل الجنة. ان شاء الله هنلاقي في الجنة ديسيبل وهانديكاب وعكاكيز وتعدي كده. هنخلي الناس كلها ماشية معكزة ونقول حسنة لله. ايه ده؟ ايه الحكاية؟ هو علي بن ابي طالب ده عامل اشكال ليه؟ ليه الامة عندها مشكلة
مع علي بن أبي طالب فضلا عن أهل البيت. ده أنا لما أحكي لك حديث الطير، النبي لما قال اللهم أرسل لي أحب خلقك إليك وإلى رسولك يأكل معي هذا الطير، يجي علي قال لك أنس رجعه، وبعدين إيه يقوم. أنا بس بحكي لكم ابن كثير يقول إيه الناس دي. خلينا ما أقول لكم للشيعة كلمتين لله. أنتوا عارفين لو علماء السنة الكبار دخلوا النار أنتوا السبب، أنتوا البلاء لهذه الأمة. لأن لما نلاقيكم على الخط علماءنا الكبار عندهم استعداد يكفروا. أنتوا عارفين لولا الحرج لو الشيعة قالوا لا إله إلا الله، السنة نفسهم ما يقولوش لا إله إلا الله، نكاية في الشيعة. أنتوا بتقولوا لا إله إلا الله، طيب ما فيش لا إله إلا الله. اوعوا تفتكروا إن الكلام ده من عندياتي، ده أنا بقول لك الحقيقة المرة. ابن كثير أفندي بعد ما يقول حديث الطير ده، الطبري عمل فيه مجلد كامل جمع فيه طرقه حلو، والحافظ فلان الفلاني عمل كتاب مجلد حلو، وابن مردويه عمل كتاب مجلد وجمع فيه روايات هذا الحديث عن أكثر من حاجة 90 أو 105 طريق. طيب يا ابن كثير مش تعدي بقى دي فوتها؟ لا، يقول ايه؟ ورغم تعدد طرقه في القلب فيه شيء منه. ليه؟ لو كان أبو بكر كان قال كده، لو كان عمر كان قال كده. لا، عشان هو علي بن أبي طالب. الإشكال عشان كده لما ينقل إن علي قسيم الجنة والنار مظبوط، لأن الإنسان الذي يدوس على الحق ويهدر الحق ويهدر معايير النقل من أجل الشيعة عشان الشيعة ما تتحسب لهمش نقطة، يبقى مين السبب؟ هذا المسمى بعلي بن أبي طالب عامل إشكال لهذه الأمة. هو الفتنة ليه؟ أقول لك التاريخ. مش النبي قال له أتدري من أشقى الأولين؟ قال نعم، عاقر ناقة ثمود. قال أتدري من أشقى الآخرين؟ قال له لا. قالوا عاقرك من يخضب هذه من تلك. طيب ليه ناقة ثمود؟ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يبقى ما هو القاسم بين أشقى الأولين وأشقى الآخرين؟ الذي يجمعهما هذه آية وهذا آية. هذه لما دمروها وعقروها كانت النتيجة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولما استدبر عليه وأهين واستذل وأطيح به من منصبه الذي عينه الله فيه، تاهت أمة محمد وضاعت وأصبحت في ذيل الأمم، لأننا استدبرنا وتعاملنا مع علي بن أبي طالب في القديم والحديث بنفس الأساليب القديمة القمعة. وعلى فكرة علي بن أبي طالب ده اسمه بيتردد النهاردة، ده معجزة من الله. ده كان مفروض ان الراجل ده ما حدش يذكر اسمه. هضرب لك مثالين حديثين. أهل العراق يعرفوا واحد والمصريون يعرفون واحد. عندنا أول رئيس بعد الملكية اسمه محمد نجيب، اللواء محمد نجيب. لما عبد الناصر شخلعه وأطاح بيه وضحك عليه وأطاح بيه،
بيقول لك ما حد يعرف اسمه في الكتب.